السلام عليكم. شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم عندنا قصة، وعنوان القصة كما تدين تدان. سمعوا القصة وإن شاء الله تنال إعجابكم. شاب ضحك على فتاة وبين لها انه هو يحبها. طلب منها انه يطلعون سوا. فمن طلب منها يطلعون سوا قالها اريد اشوفك، بس ما اريد اشوفك في مكان عام بشارع، لا، اريدك تجين للبيت. البنية رفضت بالبداية، بس قنعها بكلام الحب والزواج. بيتهم فارغ، ابوه وامه واخته طالعين. اتفق وياها تجي الساعة 5 للشقة مالتهم. البيت اهله والبيت فارغ، وبنفس الوقت خابر اصدقائه قال لهم اليوم تعالوا للشقة مالتنا الساعة 5، او تعالوا قبل 5. المهم اجوا اصدقائه قبل الساعة 5، قعدوا بالبيت. قال لهم انه انا اتفقت ويا ابنية وراح اجيبها، واريدكم تتونسون وياها. اريدكم تعيشون حياتكم ويا هاي البنية. فهو جاي يحكي وياهم، واتصلت عليه امه. اتصلت عليه مرة، مرتين، 3، ما يرد. اتصلت رابع مرة، ضاج من اتصالاته، قال خله جاوبها. قالت له ابوك تخربط وبحالة خطرة، وراح نسوي له عملية هسه، ولازم تجي للمستشفى. المهم هو شغل سيارته وراح للمستشفى، راح يشوف ابوه. من وصل هناك شاف ابوه، شاف امه، اخته ما موجودة. سأل امه، قالها وين اختي؟ قالت له اختك دزيتها الك للشقة مالتنا لبيتنا، دزيتها لانه ظل بالي يمك اتصل عليك وانت ما تجاوب، فدزيتها. زين هو هناك اصدقاء او متفق وياهم وانه بنية راح تجي. شغل السيارة وراح يركض للبيت. المهم وصل البيتهم. من وصل للبيت دخل، فتح الباب، شاف اخته على القاع. شاف اخته نايمة بالقاع، وجماعته عاشوا حياتهم، تونسوا ويا اخته. والبنية ما اجت. ان شاء الله القصة تعجبكم. فقبل لا تفكر انه تلعب بعرض العالم، اتذكر انه انت عندك اخت وام، وعندك زوجة وراح تتزوج، اذا ما بالزوج راح تتزوج اول وتالي. خاف على بنتك، على امك، على اختك. ترى والله الله يشوفك، شو تسوي الله يشوفك. ليش نقول الدنيا دوارة؟ ترى تفتر، والله من تفتر على عرضك.